زلنا في جوائز المتقين. إذا قلنا من يتق الله يجعل له مخرجا، معناته أن المحرك له للقيام بالعمل هو الله. تخرج إلى دكانك، إلى وظيفتك، إلى صلاتك، إلى صيامك، إلى عملك، إلى تصويرك، إلى عبادتك، إلى شغلك، إلى وظيفتك، إلى زواجك، إلى خرجتك، إلى كل شيء تقوم بهذه الحياة. تسأل نفسك لماذا أقوم بهذا العمل؟ إذا كان المحرك لك هو الله فأنت من المتقين. اعلم أن الله سيجعل لك في هذا العمل إذا كانت له هناك عقبات سيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، أول شيء التقوى ومن جوائز المتقين أن يجعل الله له مخرجا. بعدها يا رب قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن عليك أن تسير كما أمرك الله، وسيأتي لك الله عز وجل بالرزق زيادة. يجعل له مخرجا أولا، الثاني يرزقه من حيث لا يحتسب. أنت خل تنظر إلى فلان وعلان لكي يأتيك بالرزق، لا، الله عز وجل يأتيك بالرزق من مكان لا تحتسبه ولا تفكر فيه ولا تنظر إليه. ويرزقه من حيث لا تحتسب، هذه الجائزة الثانية. الجائزة الثالثة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الجائزة الثالثة يصلح الله عز وجل لك العمل. يصلح الله لك العمل. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. النتيجة يا رب قال يصلح لكم أعمالكم، لكن هنالك عدو يقف أمام صلاح الأعمال ويمنع التقوى من تحقيقها في أرض الواقع. ما هو هذا العدو؟ سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.